السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا لاباس. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ ام فرح. فيديو اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم هاد الخبيزات معمرين بواحد الحشوه بنينه بزاف وما كياخذوش الوقت، دغيا كيوجدوا كيجيو رطبين وبالحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتاتي من واحد اللايك للتشجيع، ونصلوا على نبينا. كيف العادة عاد نبدأ معكم من الوصفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبسم الله على بركة الله. في واحد الإناء كندير زلافة كبيرة ديال الفورش وزلافة كبيرة ديال الفينو، وهنا عندي زلافة مع مرش ديال دقيق القمح الكامل. هاد الخبيزات كيجيو صحيين وزوينين. غندير واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نزيد هنا واحد جوج معالق كبارين ديال النيدو الا كان متوفر ديرو، ما كانش بلاش. درت واحد المعلقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم ديروا السكر غير باش كيجيو محمرين صافي. هنا درت واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون كيعطي فيهم واحد النسمه زوينه. وهنا غادي نعجن العجين ديالي بالماء اللي كيكون دافي. والقوام ديال العجين غنوريه لكم من بعد. العجينه دائما باش ما كتجي مرخوفه وكتجي رطبه باش ما كتنجح وكتجي زوينه. هنا راه نزلت فوق سطح العمل كان يعجبني نجم فوق البوطاجي، يعني العجينه كتخدمي فيها وانت مرتاحه احسن من شي قصريه ولا شي حاجه هكا مضيقه. المهم كنحاول نعطيها شويه ديال الوقت وكندلكها مزيان مزيان باش هكا كيجيونا هاد الخبيزات اولا البطيبيطات كيجيو رطبين وكيتنفخوا وكتجي العجينه ديالهم زوينه بزاف. فهنا البنات غادي ندلكها شويه والقوام ديالها راه كيجي خفيف كيف لاحظتوا معايا. صافي هنا غادي نرجعها لهذاك المول فاش خلطت العجينه، ندهنها بشويه ديال الزيت غير باش ما كتلصقش ليا في المول اولا كتلصق في البلاستيك باش غادي نغطيوها. المهم البنات كنغطيها وكنخليها تختمر جانبا، راه دغيا كتختمر. غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ونرجعوا ليها من بعد ما تختمر. هنايا في واحد المقله درت واحد البصله اللي كتكون كبيره مشلضه اولا ديك البصله الخضاريه كتجي زوينه في الحشوات. عندي هنا واحد الحبه ديال الفلفله مقطعه مربعات، واحد خيزوه محكوكه في الحكاكه الرقيقه. بالنسبه للحشوه دائما كتبقى اختياريه، يمكن لكم ديروا اللي بغيتو. انا هنا عندي الكفته كيجي فيها المذاق زوين. الكفته البنات في الخبيزات كيجي واعر. غادي ندير واحد الدريس ديال الثومه. بالنسبه للطريقه البنات راه كنحكها بقشرتها، راه كتحيد القشره بكل سهوله بلا ما تقشريها وتنقيها. بالنسبه للتوابل عندي شويه الكمون، الخرقوم، سكنجبير، التحميره، شويه ديال الابزار والملحه. وغادي ندير هنايا شويه ديال الزيت، وغادي ندير شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، والا بغيتوا الهريسه ديروها. انا هنا نسيتها ولكن درتها في الاخير ملي طابت الحشوه. هنا رديت الحشوه ديالي حتى طابت يعني حتى تنشف من الماء وكتشحر مزيان وكطيب. عاد كنزيد ديك الساعه الهريسه. المهم كيجي فيهم الحار زوين بزاف. اللي كيعجبو الحار يديروا، ما كيعجبوش ما يديروش. صافي غادي نخليها حتى تبرد. عاد ندوزو للعجينه. هنا العجينه راه اختمرات ما شاء الله، دغيا اختمرات. غادي نحيدو ليها داك البلاستيك. علاش قلت لكم دهنوه بالزيت، كتحيدو داك البلاستيك بكل سهوله. صافي كنفرغ من هذاك الهواء ديال الخميره. صافي كندوز هنا باش نقطعوهم هكا كريسات اللي كيكونوا صغيورين. المهم انا درت هكا خبيزات غير صغار ماشي كبار. بغيتو ديروهم كبار ديروه على حساب اللي بغيتو نتوما، اولا صغار هما باش ما جاو صغيورين باش ما كيجي المنظر ديالهم زوين. يعني كل واحد كياخذ ديك الوحيده يعني يكملها وصافي. ديك الساعه الا بغى يزيد ماشي بحال الا هكا كبارين كتاخدي منهم وكيبقاو هكاك مقطعين. صافي البنات هنا راه كندير الحشوه كنقرصهم وكنبدا بالاولى اللي قطعت. صافي كنحلها غير شويه وكندير الحشوه هكا في الداخل، وكندير معاها الفرماج اللي بغى يديروا اللي ما بغاش ما يديروش. فرماج هكا محكوك اولا ديروا فرماج ساندويتش. صافي البنات انا كنديرهم كاملين بنفس الطريقه. والحشوه كندير هنا واحد المعلقه اللي كبيره وكنزيد واحد النص. المهم على حساب باش ما تحلش ليكم الخبيزه، باش ما عمرتوها بزاف باش ما كتحل ليكم يعني في الطياب. صافي غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه وانتم معايا. هنا راه كندير غير شويه ديال الزيت فوق سطح العمل عفوا. ما كنديرش الدقيق في الاول حتى كنبي نطيبهم عاد كندير الدقيق. من الاحسن ما ديروش الدقيق بزاف في الاول باش هكا يجيوكم باش ما يجيوش مدقسين ويتنفخوا معاكم. وهنا راه رديت المقله باش تسخن. فاش كنقرب نسالي صافي كنرد المقله تسخن باش كنطيبهم. صافي والسر باش يجيكم هكاك محلولين ومنفوخين
كي كتحطوا الخبيزه ديالكم كتقلبوا هذيك الساعات، كتبقاو تقلبوا فيها من هاد الجهه ومن هاد الجهه كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. ما كنخليهمش حتى كيتحمروا من واحد الجهه يعني ونساهم عاد كنقلبهم. لا، كي كنحط الخبيزه ديالي كنقلبها وكنعاود نقلبها باش كتبدا تنفخ وكيدخل معها الطياب وكتجي محلوله كامل داخل ومهويه وكيجيو زوينين بزاف كيشهيو. صراحه هذا اقتراح زوين بزاف، تقدروا ديروه هكا الفطور، تكونوا تلفتوا. راكم عارفين البنات حنا عارفين بعضياتنا، غير كي يوصل الغد لي كتبقاي تفكري شنو غديري يعني الفطور كتلفي. المهم هادو اقترحتهم عليكم، كيجيو زوينين بزاف بزاف، كيجيو رطبين بزاف ومنسمين بديك الزيت الزيتون اللي درنا في العجينه. واعرين البنات جربوهم، شوفوا معايا كي كيجيو من الداخل محلولين، ما كيجيوش معجنين اولا مدقسين، كيجيو واعرين بزاف. كنتمنى تجربوهم وما تنسوش اخواتاتي مني لايك والتعليقات اللي كتحفزني. فبسلام عليكم، الى فيديو جديد، مع السلامه.